السلام عليكم ورحمة الله. لو بتاخد أدوية مختلفة مع بعض انت محتاج تسمع الفيديو للآخر. يا فندم، الأدوية بتتفاعل مع بعض، هي ما بتنزلش جسمك وتفضل كل واحد بيعمل وظيفته وخلاص، إنما بيتفاعلوا مع بعض، سواء كان التفاعل ده إيجابي والدكتور وصفه أو التفاعل سلبي أنا عملته في نفسي. التفاعل هيبقى إيجابي إزاي؟ الدكتور ممكن يبقى يديك دوايين مختلفين أو 3 أو 4، تسمع دايما الدكتور والله الدكتور اداني 3 أدوية، والله الدكتور مش عارفة 3 أنواع أو 4 أنواع مضادات حيوية. هو الدكتور بيعمل كده ليه؟ علشان في أدوية لما بديها مع بعض بتزود من وظيفة بعض. يعني إيه؟ يعني لما مثلا لو اديت دواء لوحده هيدي تفاعل لوحده مثلا أو تأثيره على جسمك وليكن رقم 8، ماشي؟ واحد تاني تأثيره على جسمك 10، يعني الدواء ده لوحده اديته فأثر على جسمك بنسبة 8%، ماشي؟ طيب والدواء لوحده التالي اديته فأثر على جسمك بنسبة 10%، بس أنا لما هديهم مع بعض هيأثروا على جسمك بنسبة 30%. تمام؟ أنا عملت ايه؟ أنا دلوقتي بحاول أقلل بقدر الإمكان من المشكلة اللي عندك، تمام؟ وفي أسرع وقت ممكن. طيب في طريقة تانية اسمها انتاجونيزم. يعني انت خدت مثلا دواء مش ظابط، يعني عمل لك مشاكل، فانت رحت للدكتور وقلت له يا دكتور والله الدواء ده عامل لي مشاكل، تمام؟ الدكتور هيديك واحد تاني يقلل من المشاكل اللي الدواء الاولاني عمله، صحيح؟ تمام. هو كده عمل ايه؟ عمل حاجه اسمها انتاجونيزم. طيب انا هأثر على جسمي بالسلب ازاي لو اخدت ادويه مختلفه مع بعض من غير ما اقول الدكتور؟ بكل بساطه، انت لو بتاخد ادويه، ماشي، او دكتور وصفها لك يعني، ورحتي للدكتور ورحتي جارتك راحت قالت لك على ادويه، انا عندي نفس الاعراض وباخد الدواء الفلاني وشغال معايا زي الفل، سيادتك لو جيتي اخدتي الدواء اللي جارتك اديتهولك من غير ما ترجعي لدكتورك، بكل بساطه انت ممكن الادويه دي تكون مضاده لبعض، وبالتالي هي مش هتشتغل، هيقللوا من وظيفه بعض كتير جدا، بالعكس ممكن يوقفوا بعض تماما، هيظهر عليكي اعراض انت في غنى عنها، يعني مرض زياده جديد، اعراض مثلا دوخه، هبوط، ايا كان، فانت كده بتتعبي نفسك اكتر واكتر، مش حاجه انت مش حاجه اللي هو ايه يلا زيادة الدواء وخلاص. لاحظوا ان احنا الادويه دي عباره عن مواد كيميائيه، فمواد كيميائيه بتدخلها جسمك هو اصلا مش متعود عليها، او مش ان هو حاجه فطرته ان هو ياخد ادويه، يعني الجسم دي مش فطرته. فانت لما تاخد دواء، لما تتعامل مع دواء تعامل معاه بحذر، حتى لو فيتامينات. الفيتامينز لو سمحتوا بتتاخد بعد تحاليل وبعد استشارة طبيب ضروري، لان كمان الفيتامينات لو زادت عن المستوى الطبيعي في الجسم هتعمل لك مشاكل. تمام. افتكروا ان احنا بنتعامل مع كلية وكبد، فالحاجات دي برضو على قد ما هي بتشتغل وعلى قد ما هي بتدينا، لكن احنا كمان لازم نراعيهم في شغلهم شوية. فما تاخدش ادوية مختلطة من غير ما يكون الدكتور هو اللي وصفها لك، علشان ما تتعبش نفسك ازيد وازيد. بس كده، السلام عليكم.